بص يا باشا، عضله البنش عندي كانت ضعيفه قوي، من اوحش عضلات موجوده في جسمي، وكان شكلها اصلا مش نافع. تعال اقول لك بقى على كام حاجه انا عملتهم اللي فرقت معايا قوي. اول حاجه، تلعب البنش مرتين في الاسبوع، تمام؟ كده كده ما تلعبش عضله مره في الاسبوع اصلا، انت يعني انت في بروجرس كتير قوي بتضيعه على الفاضي. وفي نفس الوقت في اوقات بقى كنت بعمل اكتر من مرتين، ساعات كنت بعمل 3 و4 مرات في الاسبوع العضله، كنت بتغابى. وده برده ما كانش احسن حاجه خالص. لقيت السويت سبوت اللي هي القشطه الحلو مرتين في الاسبوع. السبليت مش تفرق قوي. انا كنت في الاول بعمل بوش بول ليجز، دلوقتي بقيت بعمل سبليت تانية كده، اللي هو اول يوم بنش ودراع، وتاني يوم كتف وظهر، والتالت رجل عادي. تمام؟ فمش مهم السبليت، اعمل حاجه انت تحبها. المهم كل تمرينه انا كنت بعمل 3 تمارين، وساعات التمرينه التالتة كنت بعملها سوبر ست فبيتحسبوا 4 عادي. ولكن الافريج بعمل 3 تمارين مرتين في الاسبوع. بس المهم كل تمرينه وكل مجموعه تعملها تجيب اخرك فيها. ولو قادر حاسس ان انت لسه عندك باور في المجموعه وفي حبه مثلا ما طلعتهمش، تعمل دروب ست عادي. والتالت حاجه، دي الحاجه اللي انا ما عملتهاش الصراحه الفتره اللي فاتت دي، ولكن بدات اعملها الاسبوع ده، وعملت فرق كبير قوي. انا بجد يعني عامل لها فيديو مخصوص، اللي هو الاكل. انا بقيت باكل كتير جدا، واكتر عضله بتحترم الاكل وبتبقى عايزه البنش الصراحه. العضله دي لما بتاكلها وتمرنها كويس قوي بتديك بروجرس حلو قوي. ورابع واخر حاجه، الانتظام على فترات كبيره. ما تجيش تركز فتره صغيره وتسيب وتقول انا ما لقيتش بروجرس، لا، تقعد فتره كبيره محترمه لحد ما تلاقي بروجرس اللي انت عايزه. ما لقيتوش، اقعد طول اكتر. خامس واخر حاجه، في 3 حاجات عايزك تفكر فيهم لما تيجي تختار التمارين اللي هتحطها في البروجرام بتاعك. اول حاجه، تركز على الابر بنش، يعني انت كل تمرين لازم تلعب حاجه الانكلاين، تمام؟ تاني حاجه، تزود قوتك كل فتره، يعني انت تشيل الموازين اكتر كل فتره. تالت واخر حاجه، عايزك تحط في ال3 تمارين اللي بقولك عليهم هتعملهم مرتين في الاسبوع دول، لازم تحط كل يوم بنش تمرين فلوي. الفلويز دي تحفه. بعد ما تشيل اوزان تقيله شويه وتركز على الانكلاين وكده، تعمل فلويز بقى تضخ دم كتير قوي في العضله اللي انت عايزها دي، هيفيدك جدا في البامب، وهيكون شكل البنش احلى قدام كمان.